السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ النهارده رجعنا لكم فيديو جديد. ابدا كلام صلى على النبي على افضل الصلاة والسلام. دعم لاخوتنا الفلسطينيين ولا علشان نبدا قصتنا النهارده. قبل ما نبدا قصتنا انزل حط اللايك مش هتتعب في حاجة، والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. انزل حط اللايك علشان فيديوهاتنا دي بطلت تجيب لايكات خالص. بعد ما انزل الفيديو متعب تمام ومونتاج واصور، يعني اتخيل كده 14 دقيقة او 10 دقايق او 11 دقيقة بتعبهم كلام كلام كلام، وبعد كده انزل على المونتاج على طول بتعب برضه في المونتاج. انزل حط اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. يلا علشان نبدأ قصتنا النهاردة. جبت لكم قصة النهاردة ملهاش حل، خيال علمي كأنك قدامك. ومعانا بطل النهاردة وبطلة النهاردة عمر وسلمى. ولا علشان نبدأ قصتنا. ملك صاحبة سلمى. سلمى يا ملك، ممكن بعد الجامعة نروح نقعد في الكافيه اللي ورا الجامعة؟ ممكن في الجامعة تمام. وعمر كان شغال في الكافيه. لا اصل انا عاوز اروح النهارده بدري علشان ماما قالت عليه بدري. مين اللي قال لها كده؟ سلمى. لا معلش خلاص انا قلت هروح بدري عشان ماما. معلش. بعد ما اتحايلت عليها كتير يا جماعة الخير رضيت تروح معاها، والحمد لله اللي هي راحت معاها. راحت لقي هم قعدوا يجي 5 دقايق 3 دقايق كده. بعد كده راحوا مين؟ جه عمر اداهم البتاع اللي اختاروا منه، اتفضلوا وبعد ما تخلصوا تختاروا حاجة اللي هتشربوها هتلاقوني تمام. هو مشى. هم ما سمعوش اي حاجة. ليه؟ علشان ملك كانت مركزة مع سلمى وسلمى كانت مركزة في جمال الواد، كان جميل قوي تمام. راح مشى. هم اختاروا الحاجة طبعا عارفين اللي دوت اللي هيختاروا منه. اختاروا عصير مانجا وقهوة تمام. بعد كده راحت سلمى قالت لملك ممكن تستنيني هنا اروح اخش الحمام وجاية، بس بص ما تطلبليش المشروب اللي انا قلت عليه، اختار حاجة وانا هشربها هتيجي زيك تمام. راحت الحمام لقيت هي في الحمام وهو عمر واقف برا بيتكلم بالتليفون. تمام يا ماما تمام، انا هاجي وهدفع لعم مصطفى الفلوس. كان عليك قد ايه؟ 5000 جنيه. مين اللي سمعته؟ سلمى. قعدت في الحمام تسمع لغاية ما هو خلص، وهو طلع عليه فلوس. هو مش من القاهرة، هما كانوا عايشين في القاهرة وهو كان عايش في الصعيد تمام. بعد كده راح هو مشى. راحت هي طلعت. هو كان بيعيط علشان يعني ما يتعب في شغله علشان يجيب الفلوس. طلعت قعدت على الكرسي. راحت ملك قالت طب انا اخترت حاجة، تيجي الواد اللي جه هنا اللي انت كنت مركزة معاه يختار انا حاجة. راح قالت له طب سقف له كده. راحت عملت له كده جي. عايزين ايه؟ بص احنا ما اخترناش حاجة تمام. استنى يا ملك، انا عرفت كل حاجة وسمعت ان انت عندك فلوس، وسمعتك وانا في الحمام وانت كنت بتتكلم بره وكنت بتعيط علشان بتتعب في شغلك وتعبان قوي في شغلك ولسه ما سددتش الفلوس اللي عليك كام؟ عليا حاجة بسيطة بس 5000 جنيه. 5000؟ طب بص خد ال5000 بتوع الجامعة ومنين ما ربنا يفك عليك جيبهم لي. لا انا اخلص بسرعة واجيبهم لك. انا اخلص بسرعة وهروح
هتروح فين؟ هو فين سكن هنا؟ السكن بتاعي ورا الكافيه من هنا اهو، اصل الشقة تبع الكافيه. تمام ماشي. سلمى يا ملك، هروح مشوار الجاي. هتروحي فين؟ هروح بس مشوار الجاي، متروحيش. انا كده كده هقوم امشي. تمام، وهدي الفلوس واقوم امشي. عمر. ايوه. انت عرفت اسمي منين؟ عرفت عاد لما انت كنت بتتكلم في التليفون. تمام. عايز ايه؟ خد ال5000 جنيه اهو يا ستي. قلتلك خلاص انا جربت خالص وهروح كمان شوية. بعد كده اكلم ماما، وبعد كده هنزل على طول. اسمع مني، طب خدهم. تمام. ولما تيجي تاني، انت لما تيجي مروح ولو معاك فلوس تبقى تديهم لي يا عم. تمام ماشي. طب ممكن الرقم كذا كذا كذا. خدت الرقم بتاعه. بعد كده، بعد ما خدت الرقم بتاعه راحت قالت لمامتها. كان تاني عاد يوم، كان تاني يوم اللي هي قابلت فيه عمر كان عيد ميلادها. راحت قالت لصاحبتها ملك، طب انا عايز اعزم عمر، تعالوا نروح. خلاص انت يا ملك خليكي وانا هروح انا وماما عشان اوريها له اوريه. ماشي. روح انت ومامتي وانا تبقوا تطمنيني بس. ماشي هطمن. بعد كده راحوا هو ومامتها، قعدوا شوية، قعدوا يجي حوالي نص ساعة وربع ساعة كده. تمام، والساعة الا تلت ملقيش عمر جه. راح واحد غير عمر جه. هو فين عمر؟ عمر مش هنا. نزل اجازة النهاردة. ازاي نزل اجازة؟ هي كانت امبارح كانت مديه مواعيد، كانت مديه موعد اللي هو يجيلها. ازاي يعني؟ زي الناس يا فندم، انا بدل عمر. عايزة حاجة؟ خلاص خلاص روح روح. انت ليه بتعملي كده؟ لا انا بس اتضايقت لما عمر مش جاي النهارده. طب رن عليه، مش انت معاك رقمه؟ ايوه رن عليه دلوقتي. هي لسه بتحط التليفون على ودانها لقيته جه. يا اخي اتأخرت ليه؟ غصب عني، انا اسف اتأخرت عليك. خلاص ماشي. ماما، ده عمر. اهلا. اهلا. تمام. ممكن تيجي عيد ميلاد بتاعي بكرة؟ بكرة ازاي يعني؟ مش انتي ملك صاحبتك؟ معلش يعني. ملك صاحبتك قالت لي لما احنا كنا في الكافيه وانتي ماشية قالت لي وهي بتحاسبني. طب ماشي، هتيجي يعني؟ ايوه هاجي ان شاء الله. تمام. روحت البيت، جه في الليل علشان يعملوا عيد ميلاد. عمر ما جاش، لسه ما جاش ليه؟ ما عارفش. استنى ارن عليه، مغلق او غير متاح. قعدوا ساعة واتنين تلاتة مرضوش جه. حضر عيد ميلاد وعملوه. طلعت زعلت ونامت، كانت زعلانة ونامت. راحت يا جماعة الخير وهي نايمة حلمت بحلم حلو قوي قوي. دخلت كده في مستشفى، لقيت نفسها في مستشفى. تمام. راحت قابلت واحد بتاع نظافة. هو إيه اللي جابني هنا؟ اللي جابك هنا؟ ما عمر بيه هو اللي جابك. مين عمر؟ عمر هو صاحب المستشفى، عمر اللي انت قابلتيه من الكافيه. مش كان شغال في الكافيه؟ لا. بصي، هقول لك نصيحة قبل ما امشي. التفاح اللي في الشنطة هناك هتلاقي، تفتح الشنطة هتلاقي تفاح، لو قطمت منها قطمة ترجع الحياة ديك هدي. يعني انا دلوقتي مش في الحياة الحقيقة. عمر هو ده كنت ماشية وعمر جاي. يا بت، انا اسف ان انا مجيتش عيد ميلادك. اصل انا اتزنقت وكنت عايزة اروح البلد عشان اختي تعبانة. اختك تعبانة؟ كنت راكب القطر، وانا اول ما نزلت من القطر شفت الرسالة بتاعتك.
انت كنت بعتلي نقورد بتقولي لي انا زعلانه وانت ما جيتش جابليها رنيت عليا. اه وانا زعلانه قوي. ما تزعليش خلاص انا اسف. طب بصي، انا هكتب لك المستشفى دي باسمي هديه لي مني ليك. انا مش عايزه حاجه وانا اسفه ان انا اتضايقت منك وزعلت وما عملتش عيد ميلادي وخلي الصحاب هم اللي عملوه. بس خلاص في الشنطه دياتي إيه، في تفاحية لو قسمت منها أطماط ترجع الحياة بتاعتي. يعني انت مش حقيقي. اه مش حقيقي. وعمل النظافة اللي كان هنا مش حقيقي. ماشي. راحت قطمت من النوم. فاطمة فزعت من النوم، مسكت التليفون رنت على مين؟ عمر. الو انت فين؟ انا في البلد بتاعتي وانا اسف ان انا مجيش في عيد ميلادي، وانا دلوقتي بقى عندي المستشفى وهاجي هكتبها لك باسمك ان شاء الله. انا مش عايزه حاجه وسلام سلام. قفلت التليفون وبكده قصتنا خلصت. سلام.